الإنجازات والنجاح الباهر اللي بنشوفه من المملكة المغربية الشريفة. طبعا العالم كله دلوقتي حرفيا بيتكلم على النجاح الباهر اللي حصل في المملكة المغربية في الفترة الأخيرة، ألا وهو افتتاح ملعب مولاي عبد الله بالرباط. والحاجة الجميلة جدا يا جماعة إن الفرحة طالعة من القلب من كل الناس. بس المشكلة هنا مشكلة صغيرة قوي، مشكلة بسيطة جدا. الإعلام الجزائري لحد الآن مش مصدق إن هذا الحدث حقيقي، مش مصدق لحد وقتنا هذا إن الموضوع قالب الدنيا بمعنى الكلمة. يعني دلوقتي بنشوف بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله المغاربة وافتتاح وكلهم كانوا طبعا بيتكلموا على هذا الحدث العالمي، حدث افتتاح ملعب مولاي عبد الله. وكان طبعا الإعلام الجزائري كان بيقول لك فوتوشوب وكلام غريب جدا، وما جاش في فكره او ما جاش في باله ان ده ممكن او مش ممكن، ده اكيد حصل. ان الملعب خلاص تم افتتاحه، انت محتاج ايه تاني؟ انت محتاج يعني هيفتتحوا مثلا ملعب فوتوشوب؟ ما هو الكلام مش مصدقين. الصدمة كبيرة جدا يا جماعة، صدمة كبيرة جدا على الاعلام الجزائري، خصوصا ان مساحة الملعب كبيرة جدا. فده وطبعا الهندسة والتكنولوجيا والمعدات والمجهود اللي كان موجود في فترة تنفيذ هذا الملعب كانت كبيرة جدا. فكانوا مش مستوعبين الإعلام الجزائري إن هذا الحدث فعلا حصل. فلما تلاقي بقى إن الدنيا كلها بتتكلم على هذا الملعب، يا جماعة المغرب في حتة تانية، صدقوني المغرب في حتة تانية. ما تلاقي العالم كله دلوقتي بيتكلم على هذا الحدث التاريخي والحدث العالمي اللي ما بنشوفهوش كل يوم. الإعلام الجزائري ليه الحق إن هو يتصدم، ليه الحق إن هو مش مصدق اللي هو فيه، علشان ما عندوش إمكانية تعمل ربع هذا الملعب. ما عندوش إمكانية، حتى إمكانية. أنا ما بتكلمش على المادة فقط لا غير، أنا بتكلم على الفكر، يعني التطور، تكنولوجيا، حاجات كتير جدا يا جماعة فايتة هذا الإعلام الجزائري. أنا من موقع هذا بقول كل من ساهم في هذا الصرح العظيم، الله ينور عليك. تعبتوا ولقيتوا دلوقتي، انتوا كنتوا بتزرعوا دلوقتي حصدتوا. فالحصاد ما شاء الله يعني كبير جدا، الحصاد جميل جدا، والنجاح حلو يا جماعة، النجاح جميل جدا. خصوصا لما يكون النجاح ده كل اللي شغال فيه مجتمع على كلمة رجل واحد، ان هو احنا عايزين نطلع هذا النجاح، نجاح غير مسبوق، نجاح عالمي. ألف مليار مبروك للمملكة المغربية، كل الدعم وكل التوفيق لهذه المملكة المغربية، وإن شاء الله نشوف التقدم والتطور دايما لهذه المملكة. عايزك تصلي على النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. كل بحسر. السلام عليكم ورحمة الله.